احنا زي ما بتعرفوا على ابواب افتتاح السنه الاكاديميه الثالثه، اللي هي سنه هامه جدا في حياه المؤسسه الاكاديميه الناصري، اللي فيها رح يتم تخريج الفوج الاول من المؤسسه الاكاديميه الناصري بشهادات اكاديميه مستقله باسم المؤسسه الاكاديميه الناصري. السنة هذا بشكل خاص عم نلحظ أن هناك ارتفاع في نسبة المتسجلين، ارتفاع في نسبة اللي بتوجهوا للتسجيل في المؤسسة الأكاديمية الناصري في الموضوعين. ما زلنا احنا بنعرض موضوعين اللي هو موضوع الإعلام وموضوع الكيمياء بشهادة BA في الإعلام وشهادة BSc في الكيمياء. في المستقبل القريب جدا خلال أشهر رح يتم الموافقة النهائية على موضوع علم الحاسوب، ومتأمل أنه خلال أشهر قليلة أيضا وهناك مؤشرات كثيرة القبول في الموضوع الرابع اللي هو موضوع الركوب على السوق أو العلاج الوظيفي في العربي. فالمؤسسة الأكاديمية تتطور من سنة إلى أخرى، بتأسس حالها، والمخاوف اللي كانت عند الناس من هذه المؤسسة كمؤسسة جديدة عم تنخفض شيئا فشيئا. ليش؟ لأنه الناس عم بتشوف النتائج، عم بتشوف إنه هاي المؤسسة عم تثبت نفسها سنة وراء أخرى من حيث المستوى الأكاديمي، المستوى التعليمي للمواضيع المختلفة، من حيث مستوى المحاضرين العاملين في موضوع الكيمياء وموضوع الإعلام، وهذا مهم جدا. نحن نحاول أن نخرج خريجين اللي هم متميزين من حيث الموضوع الأكاديمي، وليس فقط إعطاء الشهادة، ولكن نريد أن تكون هذه الشهادة ذات مضمون وقيم عالية جدا اللي يخرج فيها الطالب لسوق العمل ويتوظف في كل مكان اللي هو بيقدم له، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا. مثل بداية كل سنة دائما نستقبل الطلاب الجدد حتى نتعرف عليهم بشكل شخصي، ويتعرفوا علينا، على الأساتذة، على الأعضاء العاملين في الإدارة، على السكرتيرات، وحتى نعطيهم بعض المعلومات عن المؤسسة، معلومات مفيدة لهم في خلال التدريس، وحتى نعطيهم بعض التوجيهات الضرورية، لأنه قبل دراسة أكاديمية من الضروري أن الطالب يعرف وجهة السير، المعلومات عن الدراسة الأكاديمية، أهميتها، طرق التعامل معها، لأن الدراسة الأكاديمية تختلف اختلاف جذري عن الدراسة في الثانويات، ولذلك من المهم أن نلتقي فيهم قبل البدء حتى نعطيهم ما نعتقد أنه المفيد والضروري. كيف تقيم نسبة التسجيل لهذه السنة؟ التسجيل هاي السنة نسبة مرضية جدا بالمقارنة بأول سنتين. أول سنة كان عندنا مجموعة طلاب أقل من 30 السنة الأولى، السنة الثانية الوضع يتحسن، السنة الثالثة نصل لتقريبا 45 طالب في الفوجين، وهذا بأن ازدياد نسبة عالية مشجعة جدا للطلاب المستقبل وللسنوات القادمة.